في ليلة شتا باردة، سامي كان راجع متأخر من الشغل. الشوارع فاضية والدنيا كانت مطر، فقرر يعدي من طريق مختصر جوه المقابر. كان دايما بيسمع إن الناس بتخاف منها، بس هو كان بيضحك ويقول يا عم دي عظم وتراب، إيه اللي هيخوف يعني؟ وهو ماشي بين القبور سمع صوت خطوات وراه. بص بسرعة، مفيش حد. قلبه بدأ يدق بسرعة، بس حاول يطمن نفسه، يمكن قطة، يمكن هوا. بعد دقيقتين شاف من بعيد ست لابسة جلابية سودة ووشها مش باين. كانت واقفة ساكتة، وكل ما يقرب لقاها بتبتسم ابتسامة باردة، مش بس ابتسامة عادية، ابتسامة كأن وشها بيتشق نصين. سامي اتجمد مكانه. الست بصوت هامس قالت انت متأخر، ليه جاي لوحدك؟ هو مردش، بدأ يرجع لورا، لكن الأرض تحت رجليه حس بيها طرية زي ما تكون بتمسكه. حاول يصرخ، صوته مطلعش. الست قربت منه أكتر وأكتر، وإيدها اللي كانت عادية طولت لحد ما مسكت كتفه. البرد دخل جسمه فجأة، وحس برعشة جريت في عروقه. فجأة الضباب غطى الدنيا، ولما حاول يرمش عينه لقى نفسه واقف قدام قبر، وعلى شاهد القبر مكتوب هنا يرقد سامي، مات ليلة 9 أغسطس. وبعدها مفيش حد شافه تاني.